بص يا صديقي، انا ما رجعتش اصور فيديوهات ده، بس هي في حاجه انا لفتت انتباهي وانا بجلب كده في الفيسبوك امبارح. انا شفت بوست، خير اللهم اجعله خير، ان اداره ليفربول عرضت عرض على مبابي. بص انا متاكد، يعني متاكد 900% ان ده بوست اي كلام، يعني ده يعني الخبر ده مش حقيقي. ولكن انا عايز افهم هو يعني ايه اللي يربطنا احنا بمبابي. يعني انا عايز افهم ايه اللي يربط اداره ليفربول بمبابي. يعني اللي بيترول انا يعني انت كده انا عارف ان انت بتستعبط. يعني اختار فريق يعني اختار فريق ينفع ان انت تستعبط عليه، اختار حد ينفع ان انت تربطه بلاعب زي ده. يا صديقي احنا كليفربول ما بنعملش اي حاجه. احنا صفقه ماك اليستر دي المفروض ان احنا كنا بنتكلم عنها من ايام كاس العالم. فجأة احنا اتفاجئنا بجاكبو اللي جابه ليفربول، مع العلم ان احنا في وقتها ما كناش محتاجين يمكن مهاجم اكتر. احتاجنا بعد كده بسبب اصابة لويز، ولكن كان السبب الرئيسي في الموسم الخربان بتاعك كان ان انت ما عندكش لعيبة نص. فكنا بندور على المفروض في كاس العالم بتنبش في بطولة قوية بتتعمل في نص الموسم اللي انت حرفيا خربان فيه خالص بسبب ان انت ما عندكش خط نص محترم. فبدل ما كنت بتدور على لاعب خط نص اتفاجئت ان انت عندك جاكبو، كان عندك انزو فرنانديز، كان عندك هو نفسه ماك اليستر، كان عندك اكتر من لاعب، سفيان مرابط، كان في اكتر من لاعب اتربطت ساعتها اساميهم بليفربول. وكان منطقي لوجيك ان ليفربول بيدور عليها بخط نص، فانت هتلاقي اسامي كده بتتنطور قدامك وبتتربط اساميها بيك. ولكن لا حياه لمن تنادي، واداره ليفربول يعني سلمتها ايه في الطناش، عملت يعني احنا مش محتاجين خط نص خالص. المهم يا صديقي اشترينا جاكبو باين ولا خاكبو ولا اسمه ايه. فالراجل يعني كان قدم مردود الى حد ما كويس بالنسبه للاعب ناشئ عنده 25 سنه، فعادي يعني نعتبر ان هو ايه هيجي منه بكره وبعده. طيب خلصنا الموسم بالعافيه واتندمنا ندم شديد جو ان احنا ازاي يا اخوانا الميركاتو الشتوي عدى مننا من غير ما يكون عندنا لاعب خط نص نشتريه. فقلنا مش مشكله، وعدينا موسم وحللنا في المركز الخامس وقلنا يوروبا ليج مش مشكله عادي وهي بطوله وان شاء الله ناخدها، وخسرناها قبل كده مع يورجن كلوب، فالمره دي ان شاء الله ناخدها ومنها نخش دوري الابطال. والمفروض ان احنا عايزين ننافس على مركز مؤهل لدوري الابطال عشان لو ما قدرناش ناخد البطوله اليوروبا ليج، ما احنا مش هيبقى سنتين ورا بعض على التوالي ما ندخلش دوري ابطال. تمام؟ بعد كده مش هتعرف تحافظ على لعيبه ولا تقدر تشتري لعيبه. فانت عندك بتلاقي اسامي كتير جوه بتتنطر في السوق دلوقتي عن لعيبه خط نص انت كليفربول مش مركز معاهم اصلا. يعني عارف اللي هو انت كانك يا عم في لعيب خط نص، لا انا ما فيش. عارف قال لك فاكر المسرحيه بتاعت المتزوجون سمير غانم لما قال لك انا ماشي كده ده انا واكل فول، هو ده بالظبط. يعني عندك ماديسون، ليفربول المفروض كان ان هو يقتنص ماديسون ده من اداره ليستر سيتي اللي هبطت، الفريق اللي هبط. والمفروض ان انت عندك لاعب زي ماديسون ده لاعب كويس ولاعب انجليزي. انت مش يعني توتنهام الفراخ قدروا ان هم يخلصوا فيه ب 40 مليون لان محدش غيرهم حرفيا ركز مع اللاعب، محدش غير توتنهام اللي كان بيتكلم عليه. انت كليفربول في الطناش، انت مش قاعد. كمان تيليمانز جاب لها من شهر تقريبا مع بدايه سوق الانتقالات، وجاب لسوق الانتقالات عرفنا ان استون فيلا خلص مع تيليمانز، والراجل زمانه على كده يعني خلاص حفظ استون فيلا، حفظ النادي يعني نجيله زي ما بيقولوا. ما خلاص الراجل بقى له اكتر من شهر هناك وانت برضو ولا في الطناش. طب عندك في واحد اسمه هارفي بارنز بيلعب كان في ليستر سيتي في خط الوسط في الفتره برضو اللي انت لسه ما فيش اي كلام عن اي حد. في كلام كتير جو بتربطك بترام بما اعرفش مين بشويه كم اسم كده بيتنطروا حوالينا، ولكن ما فيش اي خطوه، ما فيش اي حركه. طبيعي انا همشي الموسم بتياجو الكانتارا وماك اليستر. ده ماك اليستر يعني اللاعب اللي انا متوسم فيه خير لما يجي على خط نص بالشكل ده مستواه هينزل زي داروين نونيز، اللاعب اللي انت دفعت فيه مبلغ وقدره وقلت ان انت هتشتري لاعب هيقود المنظومه الهجوميه مع محمد صلاح، ولكن عشان كان الموسم بتاعك زي الزفت ما انت ما حسيتش باهدافه، ما حسيتش بمساهماته، ما حسيتش باي حاجه كان بيقدمها في الملعب، على الرغم من ان هو برده قدم موسم الى حد ما كويس بالنسبه للاعب برده جديد عليه الدوري الانجليزي. وكمان كان في مشكله التواصل بينه وبين يورجن كلوب، ودايما يورجن كلوب ما كانش عارف يوصل له اغلب المعلومات.
فدي مشكله كبيره، انت لازم تبقى واخد بالك من المشكله اللي انت فيها. انت كاداره ليفربول المفروض ان انت تبحث دلوقتي. انت راجل النهارده جيت عينت لي مدير رياضي جديد وتوسمنا فيه خير، انا نسيت اسمه طبعا، اسمه معرفش ايه، وجاي مش جاي من الدوري الالماني. فاحنا قلنا خلاص المدير رياض هيعرف ان هو ينتقي لك، وهو كان ميزته ساعتها انه بيعرف ان هو ازاي يتعاقد مع اللاعبين اللي هم فري ايجنت. فانت المفروض دلوقتي الموسم خلاص، المفروض انت تعمل زي اداره ارسنال، تخلص في الصفقات بدري بدري علشان تقدر تستفيد من اللعيبه دي، تقدر تدخلها بري سيزون، تقدر تخليهم ان هم يدخلوا في منظومه لعب يورجن كلوب قبل بدايه الموسم علشان ما نندمش بكره وبعده. يعني اتمنى ان يكون الكلام اللي انا هقوله ده يعني يوصل لك انت كمشجع ليفربول، وتقول لي رايك في تعليقات الفيديو ده. هل انت متفق معايا يا صديقي في القصه دي ولا لا؟ وشايف مين اللعيبه اللي ممكن تفيد منظومه ليفربول؟ وتخيل نفسك مكان يورجن كلوب، وتخيل ان انت عندك استطاعه ان انت تشتري لاعب او اتنين، فحاول ان انت تكتب لي في التعليقات مين اللعيبه اللي المفروض ان هم يعني هيفيدوا منظومه ليفربول في الفتره اللي جايه. سلام.